السلام عليكم. اليوم والله حبينا نشارككم واحد المعلومة ربما جربناها مع بعض الوافدين على المركز، والحمد لله. البارح التقيت بشخص هو يرقي صديقي، إنسان طيب ما شاء الله، نحسبه والله حسيبه، إنسان فيه خير لما نراه فيه ما شاء الله. ذكرنا بعض الحالات، هو ذكر لي حالة جات عنده، قال لي كيفاش حالة نفسية. قلت له نشاركك تجربة. ماشي كل واحد يمرض لازم نرقيه. الرقية هي عبارة عن تشخيص، شخص الإنسان العلة وبعدها يبدأ يعالج، أو يمشي كما قال الله عز وجل، قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. القرآن علاج روحي نفسي عضوي إلى غير ذلك. قلت له نشاركك أنا تجربة فات عليا مع وافدين بزاف للمركز. من هذه التجربة قلت له أنا كنت ننصح الناس كي يجيو لعندنا، ونشارككم هذه التجربة إن شاء الله. كنا ننصحوا الناس يجيو عندنا، نقول له تصلي، يقول لك متقطع، نقول له ضبط الصلاة تاعك. الحاجة الأولى ضبط صلاتك، لأنه أنت لازم تعيش حالة المريض. ما تقدرش تقول له دير كذا ودير كذا ودير كذا، لأنه في الحالة هذيك هو ماهوش متحكم في نفسه. ربما الحالة النفسية تاعو صعبة على حسب ما مر عليه في حالته. واش كنا نقوله؟ قلنا له ضبط صلاتك، اجتهد فيها. بعد ضبط الصلاة قلنا له دير الصيام نتاع الاثنين والخميس من كل شهر، ومن بعد بدأ دير الاثنين والخميس من كل أسبوع، ومن بعد إذا وليت تقدر دير صيام متقطع. هذه بالنسبة للعبادات، نهضروا على العبادات. ومن بعد كي تضبط صلاتك وصيامك الجيد جدا، كي تضبطهم مليح تولي الحمد لله عندك قابلية للصلاة ما شاء الله، عندك قابلية لقراءة القرآن ما شاء الله، للصيام ما شاء الله. سيبو روح بدأ دير قيام الليل، هذه في الحالات الصعبة جدا. بدأ دير قيام الليل بما استطعته، مرة في الأسبوع، مرتين، ثلاثة إلى غير ذلك، حتى يوفقك الله أو المضي قدما في هذا الأمر. بعدها نروحنا للأمر الأخير وهو مهم جدا، مهم جدا، التغذية. التغذية لازم لك نظام غذائي. إذا كان النظام الغذائي تاعك سليم شفيت من الأمراض. حتى كاين بعض الأمراض النفسية تجي عن طريق الإصابة بالقولون العصبي، بعد تأثر الجهاز الهضمي يبدو الإنسان يتقلق، يتوسوس إلى غير ذلك، وبعد يوصل لشرب المسكنات إلى غير ذلك. دير نظام يا أخي، نقص الحوايج اللي فيهم الزيت، نقص الحاجة اللي فيها السكر، الفارينة، اللي يجي هذو اللي يتباعوا برا، الجازوز، الحلويات. نقص كل الطبيعي، كل الشعير، كل القمح، كل الفواكه، كل الخضر. استخدم بعض المكملات الغذائية المعروفة التي فيها خير وأتت بنتائج. دير البرنامج في كما كان يعمل الرسول صلى الله عليه وسلم، فيه عسل وماء وزيت الزيتون. هذه طريقة كان يستخدمها الرسول صلى الله عليه وسلم، عسل وماء وزيتون. كاين بعض الناس يديروا زيت زيتون بالكرموس أو ما يسمى البخسيس أو الحرة، كل واحد كيفاش يسميه. كان حتى كلام علمي يقول بأنه زيت زيتون مع الحرة أو الكرموس يأتي بنتائج. حتى بعض المروجين اللي راهم يبيعوا في زيت زيتون المخلوط بالكرموس يأتي بنتائج. ممكن حتى حاجة تبين هذا الشيء. حب كل الكرموس كله كفاكهة فيه فوائد ما شاء الله. تحب تشرب زيت زيتون، فيه آية في القرآن ومذكور في الطب النبوي أنه له فوائد ما شاء الله. زيادة على ذلك نزيدكم وصفة ما شاء الله طيبة. قلنا نستخدم زيت الزيتون ملعقة صغيرة وملعقة صغيرة تاع عسل وفنجال تاع ماء، نخلطوه ونشربوه. نزيدو نحوسوا على خل التفاح الأصلي، خل التفاح الأصلي نديرو ملعقة صغيرة تاع قهوة في فنجان صغير تاع ماء،
نخلطوه ونشربه في وسط النهار، ينظف لنا البطن، ينحي لنا الميكروب، ما شاء الله رائع جدا. وهذا بالتجربة. مع النظام الغذائي، مع ما ذكرناه من العبادة، والله ولو كان لديك هموم يعني لا تسع الجبال أن تحملها، والله تشفى بإذن الله. الحاجة الأولى الرجوع إلى الله، ثم النظام الغذائي. والإنسان ما يأكلش حتى يشبع، ناكلوا ونديروا نظام، خاصة اللي يكون عنده مشكل في الجهاز الهضمي، يأكل حتى يصل إلى منتصف الشبع، بعدها يكمل بالنظام اللي قلنا عليه، والله سيلقى العجب. وبهذا القدر يا إخوتي نكتفي. إذا حبيتوا تنشروا هذا التسجيل ليستفيد غيركم فانشروه لله عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.